كيف نشفى من حب تونس؟ كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نر في أي مكان آخر، ولذلك نخرج منها كما لم نخرج من أي مكان آخر. نقفز من حضنها إلى موطئ القدم الأول في ساحة الوطن الخلفية، بعدما تجلت لنا فيها في البشر والشجر والحجر صور أرواحنا المحلقة كعاملات النحل على أزهار السياج البعيد. في هذا الوداع نحبك يا تونس أكثر مما كنا نعرف. نرسب في صمت الوداع الحزين شفافية تجرح، ونصفي كثافة مركزة إلى حد العتمة التي تحل بالعشاق. ما أجمل الأسرار الكامنة وراء الباب الموارب، وراء بابك، وهو المساحة المثالية لتعامل الشاعر الحاذق مع العناصر التبادلية للقصيدة. فهل نقول لك شكرا؟ لم أسمع عاشقين يقولان شكرا. لم أسمع أبدا عاشقين يقولان شكرا، ولكن شكرا لك لأنك أنت من أنت. حافظي على نفسك يا تونس. سنلتقي غدا على أرض أختك فلسطين. هل نسينا شيئا وراءنا؟ نعم، نسينا تلفت القلب، وتركنا فيك خير ما فينا. تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا.